والأصدقاء، مساءكم سعيد. نعود إلى لقاءات زوايا، وهذه المرة ضيفنا الشاعر العماني زاهر الغافري المقيم بالسويد. زاهر الغافري هو شاعر عماني أقام في بلدان كثيرة، نذكر منها العراق والمغرب، فرنسا، أمريكا، ثم عمان. أقام سنوات طويلة في السويد حيث يقيم حاليا، وقد ترجمت أعماله إلى لغات عديدة منها الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والسويدية والفارسية والهندية. صدر له أضلاف بيضاء، الصمت يأتي للاعتراف، عزلة تفيض من الليل أو عن الليل، أزهار في بئر، ظلال بلون المياه، كلما ظهر ملاك في القلعة، والمجموعات الخمس، حياة واحدة، سلال كثيرة، في كل أرض بئر تحلم بالحديقة، وأخيرا وليس آخرا، صناع الأعالي وحجر النوم. زاهر الغافري، مساء الخير. مساء النور، وشكرا لكم على هذه الاستضافة في برنامج زوايا، وأشكر من يسمعنا من المشاهدين والمستمعين. طبعا نشكر كل المتابعين والمتابعات، ونشكرك كذلك على قبول استضافتك في هذا البرنامج. تسلم. حديثنا في هذا اللقاء سيكون عن تجربتك الترحالية بين عدة دول، كذلك عن منجزك الأخير صناع الأعالي، وعن علاقتك بطنجة حيث كنت مستقرا، وصداقتك مع محمد شكري، ومواضيع أخرى سنناقشها في هذه الحلقة. زاهر الغافري، بداية حدثنا عن ترحالك الممتد بين دول عدة، وكيف انعكس أيضا على شعريتك، مختلط نصوصك الشعرية وإصداراتك كذلك. في الحقيقة أنا بدأت تجربة الترحال في فترة مبكرة من حياتي، يعني منذ الستينات، عندما خرجت من عمان في اتجاه بغداد. كانت التجربة تماما مختلفة، لأنه كنت قادما من قرية صغيرة بين الجبال في عمان إلى مدينة هي كبيرة، هي بغداد. وكانت بغداد في وقتها لنقل حياة الشاعر والشعراء والكتابة والسينما والفنون التشكيلية والنحت، كلها منصبة في بغداد. وكان نمط الحياة في تلك الفترة كان فيه نوع من الثراء الهائل، عكس ما نراه الآن. لأنه في تلك الفترة، فترة عندما ذهبت أنا، كان في فترة عبد السلام عارف، وهي الفترة استمرت من 63 إلى يعني 68. كان تسمى بنوع من السلام، الحرية النسبية، يعني في نمط التفكير، في الكتابة. فهذه المسألة كلها طبعا أفادتني كثيرا في مجال الكتابة، خصوصا الشعري، الكتابة الشعرية. طبعا بعد ذلك، يعني بعد العراق، انتقلت إلى فرنسا، في باريس تحديدا. مكثت في باريس فترة ليست قليلة، يعني في حدود
الثلاثة والأربع سنوات الأولى، وبعدها مباشرة إلى المغرب. فعشت في المغرب فترة أيضا امتدت في حياتي بين الرباط وطنجة، وأخذت من حياتي 10 سنوات. والغريب في الأمر هو تنقلاتي أنا تأتي كما لو كانت الخطى هي التي تقودني. يعني أنا لما كنت في طنجة كنت أحب أن أستمع إلى الجاز والبلوز والموسيقى الكلاسيكية وبعض أغاني فيروز وأسمهان، بجانب أم كلثوم وعبد الوهاب إلى آخره. وأمامي كان البحر الأبيض المتوسط، ومن جهة الأخرى الأطلسي. أنت تعرف لأنه في طنجة يلتقيان بحر الأبيض طبعا. المتوسط والأطلسي. فكنت أبحث عن مكان آخر، فقلت ينبغي علي أن أعبر المحيط الأطلسي، وهذا الذي حدث فعلا. خرجت من طنجة باتجاه نيويورك، أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في مدينة منهاتن. وعشت في منهاتن سنوات طويلة، أخذت أيضا 10 سنوات من حياتي، بين طبعا العمل والكتابة والتأمل والقراءة ومشاهدة طبعا الأفلام السينمائية الطليعية التي كنت أحبها، ومشاهدة أعمال فنية في كالرقص مثلا، مثل بينا باوش عندما كانت تأتي، التعبيرية الألمانية عندما كانت تأتي تقدم أعمالها الكوريغرافية في نيويورك، كنت أحضر وأحضر السيمفونيات وإلى آخره. فهي تجربة كاملة. في الأخير يعني لابد أن أعود إلى عمان، ولكن عدت إلى عمان في فترة قصيرة جدا ثم غادرت مرة أخرى في لكن اتجاه اسمح لي زاهر، هو شعريا ينسبك البعض إلى التجربة الشعرية العراقية، يعني نصوصك الشعرية نوعا ما محسوبة على التجربة العراقية أو المدرسة العراقية، كيف ترى ذلك؟ أي كان من الطبيعي أن تشتبك تجربتي الشعرية مع التجربة الشعرية آه، العراقية. فمثل ما قلت، أنا عندما خرجت من عمان في فترة الستينات، وهي فترة مبكرة فعلا من حياتي، كانت بغداد تجربة الشعر العراقي في أهم تجلياتها، يعني أهم التجليات الشعرية اللي ظهرت، اللي هو سمي فيما بعد جيل الستينات في العراق، كسرغون بولس وصلاح فايق وفاضل عزاوي وكثير من الأسماء المعروفة حاليا. فخرجت أنا تقريبا من قرية صغيرة مثل ما قلت، وكان عندي نوع من النمط الرومانسي القروي، لأنه قادم من عمان. ولكن كل هذا بعد ذلك ذهب عندما فعلا استقريت في بغداد وأقمت فيها فترة طويلة، ومع القراءة، مع طبعا في العراق مثل ما قلت السينما والمسرح والفنون التشكيلية وكذا إلى آخره. كل هذا شكل ما يمكن أن نطلق عليه الآن جزء من تجربتي الشعرية للعراق. كانت بغداد تحديدا معي على الدوام، على صعيد الخلفية الثقافية والخلفية الشعرية.
ولكن دائما في حواراتك تذكر أنك تتبنى البعد الفلسفي في نصوصك الشعرية. اي كيف نعم. كيف ترى ذلك يعني؟ اي انا اظن هو في تجربة الشعر العربي بشكل عام، آه النقص الذي يمكن أن يلاحظ هو الابتعاد عن الجانب الفلسفي. طبعا الفلسفة، أنا خريج فلسفة، ولكن الفلسفة أنت لا تكتب شعرا فلسفيا، إنما الكتابة الشعرية ينبغي أن تكون الفلسفة ذائبة داخل النص الشعري بطريقة علائقية لا تظهر للعيان بشكل مباشر. بمعنى آخر، عندما تقرأ أنت مثلا شعراء مثل والت ويتمان، أو شاعر مثل بودلير، أو شاعر مثل أمس الحاج، تجد أن هناك تحت، يعني ما تحت السطح، خفايا. الخفايا أو اللقى شريحة فيها بالضرورة أسس داخلة وذائبة، اللي هي الجانب الفلسفي. لأنه لأنه الفلسفة عفوا مرتبطة بالحياة، بحياة الإنسان. آسف سلامات. جدا. عادي عادي. سلامات. وهكذا يعني، وحتى أنا عندما أنظر إلى تجربتي الآن أنظر إليها من هذا، يعني من هذا الباب، من باب أن الشعر لا ينفصل عن الحياة، الحياة الحقيقية اللي يعيشها الإنسان. طبعا. والإنسان لا يعيش كأنه في في المطلق، أو يعيش لا، إنه الإنسان دائما يختار نمط الحياة آه، نمط الحياة معين، نمط حياة معين: قراءة، كتابة، مشاهدة، تأمل فلسفة الطبيعة. هذه كلها تدخل في الشعر. جميل جدا. والشعر يستفيد من كل ذلك، يستفيد من المسرح، ويستفيد من الفنون التشكيلية، ويستفيد من آه، الأطر السردية كالرواية والأعمال النثرية الأخرى التي تكتب. فهي تجربة رحلة، وهي فعلا، أنا تجربتي أرى إليها كذا. يعني حتى في بعض الأصدقاء يسمونه شاعر الترحال فعلا. ما رأيك أن تأخذنا في نص شعري من نصوصك الترحالية، خصوصا النص الذي تقرأه عليه؟ طيب، لحظة. تفضل. هلو. هلو. تعالي افتحي لي ماما. آه، اوكي. سأقرأ نص قصير اسمه موت مضاعف. تفضل. ميت في السرير، لكنني أرى. لهذا
سأترك لكم الشعر، يكفيني أن أرى تلويحة اليد من أعلى السحابة، وأن أرى خيط الحلزون في ممر الصالة مضاء بشمس الشتاء. هذه الظلال تنمو كما ينمو الكرز فوق شجرة الكف. أسمع إيرم. لابد أن هناك من كان يرمي خفية إبرة مغموسة في الفيروسات في الخزان الكبير. يا للخسارة، لقد وصلنا جميعا إلى الأرض المحرمة، أرض الذكرى والينابيع الجافة. وصلنا جميعا بلغة الإشارات، ولن تكون العودة إلا بأنوار جريحة محمولة فوق الأيدي. أرى الخوف في الأمواج مسبوقا بلذة مريرة، بينما البحر قد اختفى كليا. جميل جدا، جميل جدا زاهر، تفضل. وفي نص آخر: شمس صغيرة، أجلس الآن وحدي أمام النافذة قرب الأشجار. في الأرض المعشبة يسابق الحلزون نفسه للوصول حتى النهاية. لكن من أين تبدأ النهاية؟ طالما أفكر بطرقة على الباب وأنتظر منك كلمة تأتي من أبعد الضفاف. تعلمت منك أسرار الصبر الطويل، تعلمت أن أتنزه في بلدات تطفو فوق المتاريس. لكن ها أنا أنتظر وحدي شعلة في البيت، طرقة على الباب، شمسا صغيرة فوق المائدة تدعوني للبحث بين الإيقونات المكسورة. ربما أضعت البوصلة في أنهار ملطخة برسائل لا تصل إلى أحد. ليس مصادفة أن أكون هنا بينما تبحث يداي عن دليل الوصول إلى ظهرك العاري في الماضي السحيق. كأن الذكرى موطن أول في مدينة مقصوفة، حيث تهاجر إلى أصقاع العالم، وفي الأخير تختارك المدينة لتجثو على ركبتيك وتصادق الحلزون. جميل زاهر، نكتفي بهذا القدر.
شكرا. بالنسبة لنصوصك الشعرية وإصداراتك المتنوعة، تشتغل على ما هو طفولي وما هو سيري. بالنسبة لصناع الأعالي، إصدارك الأخير، هل هو في نفس التيمة أم هناك اشتغال جديد؟ هو في الحقيقة في صناع العالي، وهي مجموعة يعني اشتغلت عليها عندما كنت في مسقط في المرحلة الأخيرة، لأن صناع العالي هي تجربة تتعلق بسكان سكان الجبال. سكان الجبال في عمان، وهي المنطقة التي تعود في القرى إلى طفولتي، فهو تناول للطفولة وتناول لمفهوم الجبال، سكان الجبال اللي يسكنون فوق في أعلى الجبال، ثم ينحدرون إلى السفوح وإلى السهول. وهذه طبعا هذا النمط الحياة عشته أنا شخصيا، أو كل من عاش في القرى العمانية الصغيرة بين الجبال يعرف هذا الأمر. فاشتغلت على هذه النصوص لإقامة حوار بيني وبين الطفولة، بيني وبين الجبل، بيني وبين السهل والحصى والحجر. هذا عالم اشتغلت عليه كأنه خصوصا موضوع الطفولة، مثل يعني بالمفهوم الذي قصده بودلير، مستعادة قصدا، الطفولة المستعادة، شعر الطفولة المستعادة قصدا. فحاولت أن أشتغل على هذه الثيمات، وهي بعيدة شوية عن ثيمات أخرى موجودة عندي أنا، ثيمات اللي هي الغياب والموت والحب بالمعنى العميق للكلمة. طبعا أنا زرت قريتك سمائل، وأنت وسيف الرحبي من نفس القرية، طبعا من نفس القرية. سرور. طبيعة سرور طبعا، منطقة سمائل، الطبيعة الجميلة هناك والخلابة. بالعودة إلى تنقلاتك، يعني استقريت مدة طويلة في طنجة وصدقت أيضا محمد شكري. كلمنا عن طنجة في تلك الفترة وعن لياليك هناك وكتاباتك المختلفة. كانت في الحقيقة صداقتي مع الراحل الجميل محمد شكري فيها الكثير من الأريحية والفهم المشترك. فقد كان يجمعنا الكتاب أولا، والحياة في المقاهي وفي الحانات، وكنا في زيارات متبادلة في بيته أو في بيتي، وهناك نوع من التوافق في سماع الموسيقى الكلاسيكية الغربية والعربية، شوبان، موزارت، بيتهوفن أو أسمهان. محمد شكري كان يحب كثير أسمهان، مثل ما كنت أنا أحب أن أستمع إليها، أستمع إلى أغانيها القديمة، فريد الأطرش إلى آخره، أم كلثوم، سيدة فيروز. فكنا أحيانا أنا وشكري نسافر معا باتجاه الرباط أو الدار البيضاء لكي نلتقي ببعض الأصدقاء كتاب وشعراء وفنانين. فكانت حياة في الحقيقة زاخرة بأشياء كثيرة. في الصيف ننزل إلى الشاطئ، في حانات الشاطئ بالخصوص في الصيف،
وكان محمد شكري في وقتها كان يمتلك كلبا اسمه جوبا، فكنا نذهب مع بعض أنا وشكري وجوبا ونجلس نشرب قليلا كذا. وأحيانا شكري من الأشخاص الجميلين على صعيد الحياة والمعشر، وهو بالمناسبة طباخ من الدرجة الأولى، طباخ ماهر جدا. عندما يكون في البيت. زاهر، سأسألك فقط سؤالا، يعني شكري خلق جدالا في حياته ووفاته، هل ما كتب عنه وهو طبعا قد رحل يجانب الصواب، أم هناك فقط نوع من الافتراءات ولا حياة الراهب؟ هناك نوع من التضخيم والمبالغة. هو أولا محمد شكري كان عنده أخ وكذا إلى آخره، بس محمد شكري حقيقة كان من المفترض أن يكون البيت الذي عاش فيه، وفي البيت هذا في الطابق الخامس العمارة، وفيها لا تراس كبيرة، شرفة كبيرة، وكان يمكن أن يكون متحفا. هناك أشياء جميلة كان يحبها محمد شكري، من ضمنها حتى بعض الكتب التي كانت تهدى إليه من البرتو مورافيا ومن سامويل بيكيت ومن جون جينيه ومن آخرين. فأشياء الخاصة والحميمة، وحتى بعض كتاباته يعني رأيتها أنا بخط يده مكتوبة وكذا إلى آخره. كان يفترض والموسيقى التي كان يستمع إليها، وكان عنده فونوغراف هذا لاستماع الاسطوانات، مثل ما كان عندي أنا أيضا في بيتي. فكان كان يمكن أن يحفظ كل هذا، وبالإضافة إلى الكتابات التي كتبت عنه، اللوحات والأعمال الفنية التي أهديت إليه من قبل أصدقائه، كان يمكن أن يكون يعني متحفا لطيفا وجيدا. الإشكال هو أنه كان مفترض أنه الدولة تقوم بذلك، يعني الدولة كان مفروض أن تقوم بذلك بالاستعانة بأصدقاء محمد شكري يعني المعروفين وكذا إلى آخره. بعد ذلك صارت مشكلة أنه العائلة دخلت في الموضوع وكذا، لأنه في الحقيقة لم يكن هناك أحد يعني مسك تركة محمد شكري بشكل مثل دولة. هو زاهر، تعرف موضوع الكتاب العرب عندما يرحلون، مشكل التركة هذا مشكل حصل مع جميع أغلب الكتاب، حصل معهم نفس الموضوع، يعني إما ضاعت كتبهم، الفنانين وكذا. وأنا أعرف يعني كثير أشياء بما في ذلك حتى أم كلثوم، حتى في كذا يعني هناك شو اسمه. ولكن شوف مثلا طه حسين لأنه سيدة فرنسية زوجته سوزان هي التي عملت كذا، وعملوا تمثال أو منحوت لطه حسين وكذا الآخري في الزمالك، وزرته أنا، بس لأنه سيدة فرنسية دخلت. أما في الحقيقة في المجال العربي لا يهتم كثيرا، لا يهتم كثيرا في هذا الجانب، مع أنه هذا الجانب مهم. عندما تذهب أنت إلى أرمينيا مثلا ستكتشف السينمائي الأرميني الروسي، بس هو أرميني يعني بغيانوف عنده متحف جميل جدا، وناس تذهب لزيارة المتحف، مشاهدة أعماله وأفلامه وهكذا. بس نعود لموضوع مهم وسؤال آخر زاهر، يعني أنت تنقلت بين دول كثيرة وعاصرت كتاب، منهم من رحل، منهم على قيد الحياة، أدونيس وشكري وغيرهم. ألم تكتب بعد سيرتك مثلا؟ أم تفكر في كتابة السيرة مثلا؟ والله أنا بدأت بكتابة
عمل نوع من السيرة الروائية تبدأ منذ فترة مبكرة من حياتي، يعني منذ الولادة تقريبا إلى آه، هذه الفترة، ويعني أنجزت نصف السيرة تقريبا. جميل. بعد ذلك أتت الكورونا وكذا إلى آخره. الآن أشتغل عليها، يعني من أشتغل اجل على التوثيق يعني مهمه، هي أي السيره طبعا مهمه. توثيق حول التجارب والمناطق يعني المفصلية اللي مريت فيها في حياتي، سواء كان في بغداد أو المغرب أو أمريكا. وحتى باللقاءات التقيت بكتاب وشعراء. مرة أنا في نيويورك التقيت بأوكتافيو باث وبرودسكي، يعني من ستة من كتاب جائزة نوبل، شعراء جائزة نوبل اللي حصلوا عليها في تلك السنوات. والتقيت ب ماروين الكاتب الأمريكي اللي مات قبل فترة قصيرة عن 95 سنة أو 93 سنة. المهم يعني كثير من والكتاب العرب طبعا، من سعدي إلى أدونيس، منذ رأس الحاج إلى كثيرين يعني. فأنا أحاول أن أوثق هذا، وأتمنى أنه يمكن في السنة القادمة 21 يكون جاهز ان للطباعة. شاء الله. وقد بحت لي ذات مرة أنك قلت لدي عتاب على المغرب لأنهم لم يستدعوني ولا مرة ولم يتذكروني. هذا عتاب على المغاربة، عتاب على المغاربة. هو في الحقيقة لأنه في المغرب أيضا ما تنسى أنه ظهرت أجيال أخرى جديدة في وقتها لم تكن موجودة، يعني أنا أجيال أتكلم عن جديدة. نفسي زاهر، أنا عرفتك في مسقط، عرفتك في مسقط. لا لا الصراحة. أنا مثلا من جيل شو اسمه، فأنا كنت أعرف المجاطي، يعني بالبيت عندي مجاطي، بادرس الخوري، محمد برادة، آه، كتاب وأحمد بوزفور إلى آخره. آه، يعني ومفكريهم عبد الجابري إلى آخره، لأنه أنا خريج أيضا فلسفة. فكنا نلتقي، يعني نلتقي. وسينمائيين، سينمائيين المغاربة، محمد الرقام الله يرحمه، يعني اللي هو أيضا رحل. كثير من السينمائيين أنا والمسرح أنا الله أقول الشيء يعني تذكر في مسقط يعني زاهر له معرفة بالريبرتوار المغربي الشعبي والتراثي ومغربي أكثر من المغاربة. لأنه كما لا تنسى أنه 10 سنوات ليست قليلة، يعني ليست قليلا. عمر تقريبا. و فالتقيت بالجميع. محمد خير الدين مثلا يجي عندي للبيت او كذا، ولما يريد شو اسمه الاخر نلتقي في باليمة تحديدا في الرباط، انا وهو طيب صديقي. ويجوا عندي للبيت او انا اروح عندهم للبيت. محمد شكري محمد خير الدين ما كان عنده بيت، كان يعني ينام هنا وينام هنا، او ينزل الى مدينته في الجنوب، يعني حتى هناك يعتزل 6 اشهر 7 اشهر لكي يكتب عملا. جميل جدا. يعني تحتاج التوثيق هذه الأشياء زاهر، لابد أن تكتب. اي صحيح صحيح. أنا يعني عندما كنت تحكي لي في مسقط كنت منبهرا بحديثك عن هذه الأسماء وهذه الأحداث. ليس سهل هذا الأمر يعني الصراحة، لابد أن يكتب ويوثق الأجيال القادمة. اي صحيح صحيح. لهم أن وانا يعرفوا هذه الأشياء. إيه. وانا كنت على علم انك انت ايضا كنت تحاول ان تنجز كتابا للكتاب العمانيين اللي مروا في المغرب، طبعا طبعا. تعاملوا مع المغرب وكذا قيد الى اخره. قيد الإنجاز، قيد الإنجاز، طبعا قيد آه. الإنجاز. جميل جدا. حتى شكري بعيون عمانية كذلك، أنه آه. كثيرون يعرفون شكري فيها. جميل جميل. زاهر شكرا على هذه الدردشة الجميلة. إذا تسلم. تحب أن تقرأ لنا نصا آخر نختم به هذه الجلسة. آه. ممكن عادي خذ وقتك، تفضل تفضل. أو يعني تعرف الأصدقاء
كثر علقوا على هذا اللقاء. يعني أيوة. تعرف علق على اللقاء الأستاذ محمد نظام وصديقنا جمال أماش. جميل كمال أخلاقي. جميل. يعني أصدقاء كثر علقوا على هذا اللقاء. زين، طيب ممكن أقرأ أنا مقتطف؟ تفضل. من هذيان نابليون، ولكن مقتطف، ليس من البداية، إنما من الوسط تقريبا. لوكريثيا أيتها الزانية في غابة الليل، أرجوك لا تذرفي الدموع على كعب أخيل. لقد كان مقاتلا بوجه بريء، كان السهم معكوسا في عين القاتل عندما بكت طروادا. لوكريثيا، ابعدي عني هذه القطط، فأنا أتطير منها، لأن اللهب يتسلق مفاصلي، وأنا أريد أن أفرش لك المائدة وأضع أباريق النبيذ أمام الشمعة لكي تهبطي من أعلى بثوبك الأحمر. لوكريثيا، سنأكل ونشرب ثم نرقص بقناعين مذهبين، وعندما تدق الساعة 3 بعد منتصف الليل أحملك إلى السرير ليضاء وجهك بالشمع والجسد بنظرات الإصبع بنقرات الإصبع، وفي الظهيرة نستفيق على مشهد بسنابل القمح المائلة من النافذة. كما أريد أن نتخيل أننا نمشي فوق منحدرات البحر متشابكين بأرض سانت هيلينا هذه، ونحن نأكل الأرض الشوكي بصلصلة الخردل. لكن في نيسان سأجلب إليك البرقوق والكمثرى وطحالب البحر. أنت الآن في هذه الجزيرة معجونة بالأسرار، وأينما ذهبت ستجدين طرق حياتي القديمة التي عبرتها وأنا أدخر الهواء للوصول إلى المعارك. زاهر الغافري، ألف شكر على هذه الدردشة الجميلة وهذا اللقاء الممتع. وأنا أشكرك جدا يا أيوب، وأشكر زوايا، وأشكر جميع الأصدقاء اللي تابعونا في هذا اللقاء. الصديقات والأصدقاء